كان هذا الخلية، يعني الخلية. نعم. يعني كان هذا من الإجراءات التي ربما يلجأ إليها، لكن ارتأى أن يتم التريث أولا، ثم توسيع الاستشارة والتأكد من أن هذا الإجراء ضروري في هذه الحالة الاستثنائية. وحسب إعلانه اليوم بأنه نحن اليوم في ظرف استثنائي، وجاء هذا القرار الاستثنائي لكي يدعم هذا الأمن، وخاصة يحكم الأمن بصفة عامة في البلاد. نعم. هات نقرب شوي الساده المشاهدين. ليست لنا الحمد لله من فضل ربي ما عندناش برشا تقاليد في الطوارئ لمحله. تقريب يعني حسب قانون الطوارئ ومن خلال الفصل الاول يقول يمكن اعلان حاله الطوارئ بكامل تراب الجمهوريه او ببعضه، اما في حاله خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام. نعم. واما في حصول احداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة. كيفاش نجموا نأطروا احنا حالة الطوارئ التي أعلنها اليوم رئيس الجمهورية؟ هذه الحالة تأتي استجابة لوضع استثنائي كما ذكر السيد الرئيس، اللي هو اليوم احنا في وضع حرب على الإرهاب، وهذه الحرب تتطلب تجنيد الجميع، تتطلب وحدة الصف. وهذه الحالة، حالة الطوارئ، هي تعطي بعض الصلاحيات لوزير الداخلية وللولاة، بحيث لما نتمعن في هذا الإجراء نجد أنه من صلاحية وزير الداخلية أن يمنع الإضرابات والاضطرابات والتجمعات، وأن يقوم بالتفتيش ليلا ونهارا للمحلات دون إذن قضائي، وكذلك يمكنه أن يسخر الأشخاص والمؤسسات للعمل حتى على مستوى الحكومة. وهذا إجراء يعني استنفار أقصى طاقات وجهد الدولة لتأمين ذاتها وتأمين مواطنيها. حالة الحرب، واليوم جاء على لسان الأستاذ باشا قيد السبسي رئيس الجمهورية كذلك ذكر كلمة حرب، هكذا وصفها بأنه نحن في حالة حرب. لكن هذه الحرب على الإرهاب يعني إعلان حرب، هو الحرب يعني قديمة على الإرهاب، والإرهاب قديم في تونس منذ سنوات، والجيش التونسي والأمن الوطني منذ سنوات وهو يقاوم الإرهاب. لماذا اليوم تحديدا نقول إعلان حرب أو حالة حرب ضد الإرهاب؟ ربما المخاطر والمخاوف والتهديدات هي اشتدت في المرحلة الأخيرة. الضربة الأخيرة كانت ضربة لفتت أنظار العالم بأسره إلى تونس، وأثبتت أن هناك على الأقل بعض الهنات على المستوى الأمني، وكان من الضروري اليوم تلافي كل يعني هذه الهنات والوقفة وقفة رجل واحد في وجه الإرهاب. بالنظر كذلك للوضع الداخلي، هناك تحديات كما ذكر الرئيس، تحديات على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الأمني، لكن بالنظر كذلك إلى الوضع الدولي والوضع الإقليمي. نحن يعني بجوار دولة فيها فوضى كبيرة للسلاح، وربما في الأيام الأخيرة ستحتد هذه المعارك، نظرا وأنه مجموعة كاملة المؤتمر انسحبت من المفاوضات الجارية في الرباط، وربما تتهيأ لبدائل أخرى، إن لا تكون بدائل دبلوماسية وسياسية سوف تكون بدائل صراع أو قتال. نعم. وهذا من شأنه أن يعطي مزيد من الثقل على حدودنا. لذلك أعتقد أنه على المستوى الداخلي والمستوى الإقليمي والخارجي والدولي الضرورة تقتضي أن ننظر إلى الموضوع بالجدية الكاملة، وخاصة أن تعطى إشارة واضحة من طرف السلطة وهرم السلطة بأن الدولة في حالة حرب، ناهيك أنه في بعض الدول، أعطيك المثال الأمريكي مثلا، لما أعلن عن الحرب ضد الإرهاب هو لم يقلها كلاما فقط، أصدر قرارات وقوانين، لأنه عندما تتحدث على دولة في حالة حرب تقتضي إجراءات عدة، منها اقتصاد الحرب، منها العمل أثناء الحرب، كيف يكون العمل بتاعنا؟ مش نبقوا دائما زعما سانسيونيك في الصيف ناخذ العطل ولا ما ناخذوش. اذا ثم عده اجراء، استنفار على المستوى الاستشفائي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي. اذا هناك عده اشياء. اذا قلنا اذا اليوم ونحن في حاله حرب، ربما انا اعتقد انه يجب ان تكون اجراءات فاعله. هذا اجراء ما بين الاجراءات التي تحتم على الدوله السير بمنطق ومفهوم الحرب. حتى الإعلام يصبح إعلام حرب، والسيد الرئيس ذكر أنه الجميع اليوم في خندق واحد، والإعلامي هو لا يستثنى من هذه المعركة. نعم. بالعكس، أنا أعتقد هو السيف الأول، هو السلاح الأول، لأنه سيؤثر الجماهير، سيخلق رأي عام ضد هذا الإرهاب، سيوضح للناس كيف يجب أن نتصرف. احنا شفنا بمجرد أن بدأت الدولة في تطبيق بعض الإجراءات حول أغلق الجوال، إن هناك تململ، هناك ضيق، هناك ربما مسيرة ليلية، هناك تنديد. هل سيصبح بذلك أم لا؟
هل سنواصل في هذا الإجراء أم لا؟ إذن عدة إجراءات ربما بحكم هذا القانون الأمر بتاع الطوارئ سيتم تحديده. يعني برأيك بكل دقة وأسمع منك ربما أنت أفضل من يتكلم في هذا الأمر سي مختار من خلال خبرتك، يعني هل الأستاذ الباجي قايد السبسي أراد أن يستبق أحداث ربما تكون داهمة، أما أن الوضع على حاله اليوم هو يعني يقتضي حالة الطوارئ ويقتضي كل هذه الإجراءات الاستثنائية التي تفضلت بها وأتيت عليه؟ أنا أعتقد هما الوضعيتان معا. أولا هو معالجة للوضع الحالي والظروف الحالية لمزيد يعني استتباب الأمن وضبط الأمن ومزيد التنسيق بين قوات الأمن والجيش، لأن حالة الطوارئ ستفرض على الجيش والأمن أن يكون في حالة طوارئ قصوى. حالة الطوارئ هي تعنيه هو بالمجال الأول، ولكن كذلك استباق لأي طارئ لو احتدم الصراع في ليبيا، لو يعني جاءت تهديدات أخرى غير التي نعرفها اليوم. يعني دائما هناك على الأقل مجال للتصدي، وهناك مجال للقوة وللحضور ولخاصة تكتل الشعب التونسي، لأنه الحرب لا يمكن أن تدار بتفرقة وتشتيت الجهود، هي تقتضي أساسا تركيز الجهد، وتركيز الجهد لابد أن يكون من المجتمع المدني بكل أطيافه السياسية والاجتماعية والجمعيات والأحزاب، الجميع في صف واحد. لأنه اليوم لا يمكن أن نبقى يعني في وضع المتفرج أو الناقد السلبي. يمكن أن ننقد لكن جميعا في صف واحد، أولا تصدي الإرهاب، ثم بعد ذلك نرى كيف يمكن التقدم على مستوى الحرية. يمكن المواطن يتساءل سي مختار، يقول لك يعني عميد يقول لك ضربة باردو لا تقل خطورة تقريبا على ضربة القنطاوي، لماذا لم تكن حالة الطوارئ لم تعلن بان عملية باردو مثلا؟ يعني ما هو الشيء الجديد في الوضع الراهن التونسي والإقليمي أيضا كذلك؟ تكلم اليوم الأستاذ باجي قايد السبسي رئيس الجمهورية بإسهاب على الوضع الليبي، ما هو الشيء الحاسم الذي حسم يعني عملية الإعلان عن قرار حالة الطوارئ؟ قرار حالة الطوارئ أعتقد هذا جاء في الضربة الثانية هذه لأنها كانت أثقل من الأولى بكثير. الأولى جاءت مفاجأة لم نتهيأ لها ولم يؤخذ بالحسبان ربما عندها بأنه سيتم مهاجمة داخل المدن في مرافق سياحية أو مرافق تجمعات لأول مرة. لكن عندما تتكرر تصبح هناك خلفية، يعني يبدو وكأننا رأينا الخطر ولم نتهيأ له بالقدر الكافي. بقيت سلوكياتنا هي سلوكيات ما قبل حادثة باردو، خاصة بالنسبة للأمن السياحي الذي رأى أن الهجوم على باردو كيف تم والإخلال الذي حدث، ومع ذلك لم يتم الاستدراك. بقينا ننتظر يعني في قرارات سابقة هي لا محالة أن يتم اللجوء إلى الأمن السياحي إلا في غرة جويليا، بينما كان يجب أن نفكر بطريقة أخرى، لأنه الأمن السياحي في العادة ما هو دوره؟ هو أن يكف الشغب على الشاطئ، أن يراقب الشاطئ، أن يكون في يعني زي عادي زي اصطياف ككل المصطفين لكف الشغب، لربما منع كرة أمور بسيطة. لم يأتي أو لم يتخيل أو لم يحضر بذهن مستشاري الأمن السياحي للوزير بأنه ربما يواجه هذا الأمن يوما إنسان بكلاشنكوف. فكانت المفاجأة. لكن حدث هذا يعني فيما مضى في وقت أعتقد حكومة جمعة. يعني هناك من أراد تفجير نفسه في نزل ولقي حتفه بنفسه فقط دون أن يصيب أي كان بأذى. يعني عندنا ماض وعندنا إشارة سيئة وسلبية جاءت على إحدى شطوط تونس في فعلا، لكن بقت الترتيبات الأمنية على حالها، نظرا وأن هناك أيضا شيء آخر يبدأ أن يقال أنه أرباب السياحة، أرباب المؤسسات هذه السياحية وأهلها هم خائفين جدا من تواجد الأمني داخل مؤسساتهم أو بالقرب منها، نظرا وأنهم يعتقدون بأنه تواجد السلاح على مقربة يعطي إشارة سلبية وربما يكون مزعج للمصطاف سواء كان تونسي أو غير تونسي. بينما الواقع أنه حتى على مستوى أوروبا يعني حتى في المطارات اليوم نشوفهم ولا في المنتجعات الكبرى اتخذت إجراءات بالسلاح تدابير من هذا النوع. شكرا لك. تبقى معنا عميد مختار ومعنا الأستاذ قيس سعيد الأستاذ القانون الدستوري. أستاذ قيس، أستاذ قيس تحية وأهلا بك. ألو، أهلا وسهلا. مرحبا بك أستاذ قيس. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم. من خلال تخصص أستاذ قيس سعيد، كيف يقرأ هذا القرار الذي جاء على لسان رئيس الجمهورية اليوم بإعلان حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر ابتداء من اليوم؟ نعم، هناك جانبان. أولا هناك الجانب القانوني وما خوله الدستور لرئيس الجمهورية في هذا المجال، وتحديدا الفصل 80
من الدستور الجديد لتونس الذي أتاح لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية دون أن يحدد محتواها، ولكن اتخاذ هذه التدابير مشروط بجملة من الشروط الموضوعية. يجب أن يكون هناك خطر داهم، وقد ورد منذ قليل في خطاب رئيس الجمهورية أن هناك خطرا داهما، ولكن تحدث عن الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، ولكن الخطر الداهم المنصوص عليه في الدستور لا يجب أن يقتصر على ذكر الأسباب أو على قراءة للأوضاع، بل يجب أن يكون مهددا لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها. وأكثر من ذلك، ينص الدستور بالفصل 80 المذكور على أنه يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، فالأمر يتعلق بشروط لا بد أن تتوفر، فهل توفرت كلها؟ نعم ولماذا نعم اليوم نعم، هذا هو بعد حوالي أسبوع من عملية سوسة، نعم. وبعد مأدبة الإفطار التي تم تنظيمها وكأن الأمور عادت إلى نصابها، يعني ثم لماذا بعد حزمة الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة أثر اجتماع خلية المتابعة والأزمة، لماذا هذا الإجراء اليوم؟ يعني في علما وأن الشرط أو الشروط الواردة بالفصل 80 قابلة للنقاش كثيرا من هذه الناحية. على صعيد آخر هناك شروط شكلية، وقد أشار رئيس الجمهورية إليها منذ قليل، وهو الشرط الأساسي المتعلق باستشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب. ولكن الفصل 80، وهنا نقص بالباب الأحكام الانتقالية من الدستور، ينص على ضرورة إعلان رئيس المحكمة الدستورية، شرط غير متوفر لأن المحكمة الدستورية لم تنشأ ولم ترسى بعد، ولا يمكن أن تحل الهيئة الوقتية المكلفة بمراقبة دستورية مشاريع القوانين محلها. ثم أشار إلى أن الحالة الطوارئ تدوم أو ستستمر ل30 يوما. نعم. وبالنسبة لهذه المدة هي التي تم التنصيص عليها أقصاها نعم 30 يوما، لأنه لماذا؟ يمكن أثر ذلك أن يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. يعني هذا لم يكن من قبيل الصدفة أن تمت الإشارة إلى مدة 30 يوما. ثم من جهة أخرى أو على صعيد آخر تمت الإشارة إلى أن النظام القانوني المنطبق هو النظام الذي حدد حالة الطوارئ في 26 من جانفي من سنة 78 و900 وألف، وهو نظام تم تحديده عملا بالأمر عدد 50 الصادر في نفس اليوم. نعم. علما وأن هذا الأمر اعتبر في ذلك الوقت مخالفا للفصل 46 من دستور 1 جوان 59، والفصل 80 هو تقريبا اقتباس في كثير من جوانبه في كثير من عباراته من الفصل 46 من الدستور القديم لتونس، دستور 1 جوان 59. تمت الإحالة إذن إلى نظام حالة الطوارئ وليس لأي نظام آخر، لأن الفصل 80 يتحدث عن تدابير استثنائية دون تحديد النظام. رئيس الجمهورية قال إن الأمر سيتعلق بحالة الطوارئ وعملا بالنظام القانوني الذي تم وضعه في 26 من جانفي من سنة 78. نعم. لأنه قلت كان يعتبر غير دستوري. نعم. إذا لأنه جاء بقواعد أو بعقوبات كان يفترض أن تكون من ميدان القانون وليس من ميدان السلطة الترتيبية العامة التي كانت مخولة لرئيس الجمهورية في ظل دستور 1 جوان من سنة 59. نعم. شكرا لك على هذا التوضيح أستاذ قيس، وأنت دفعتني إلى طرح مزيد من الأسئلة لأستوضح من خلال يعني جاء على لسانك مثلا
تحدثت قلت هناك جملة من الشروط الموضوعية، نعم. ولا يكفي فقط ذكر الأسباب نعم. أو أن تقول بأن الوضع مهدد، وإنما يجب أن تكون هناك يعني هناك ما يضرب الأمن واستقلال البلاد. لا لا الامن ويتعذر السير العادي لدواليب الدوله، ويتعذر ايضا تتعلق نعم. بضروره ان تسير دواليب الدوله تسير سيرا طبيعيا. نعم. ثم ان الوضع اليوم نعم. يقتضي مثل هذا الاجراء ام هناك اسباب اخرى ام هناك او لا نعلمها او اوضاع لا نعلم تفاصيلها؟ في كل الحالات هناك الجانب القانوني قابل للنقاش، الجانب السياسي غير واضح، والنظام القانوني الذي تم الاختيار عليه هو بدوره قابل للنقاش، وقد نوقش كثيرا على مدى عقود منذ أن تم إرساؤه في مفتتح سنة 78 و900 وألف أثر الإضراب العام الذي تم إعلانه في يوم الخميس الذي يعرف بيوم الخميس الأسود. يعني النظام حالة الطوارئ منظم بالأمر، وكان يفترض أن يكون بقانون يعطي بعض الاختصاصات الواسعة لوزير الداخلية وللولاة، وهناك نظام خاص ونص على تفاصيله الأمر المذكور. نعم. أستاذ قيس، الشروط الشكلية برأيك أنت هي غير مستوفاة من استشارة؟ نعم، هو رئيس الجمهورية لأنه رجل قانون ذكر الاستشارة ولم يذكر الإعلام. بالنسبة إلى شروط الموضوعية أعتقد أنه من حقنا أن نتساءل لماذا، هل هناك هذا الخطر الداهم الذي يهدد أمن واستقلال الوطن؟ هل هناك تعذر للسير الطبيعي للسلطة العمومية أم لا؟ كل هذا كما قلت هذه شروط نص عليها الدستور، وما نراه اليوم وما نلاحظه أنه ليس هناك ما يدعو إلى اتخاذ مثل هذه القرارات، اللهم إذا كانت لرئيس الجمهورية وللسلطة المعنية معلومات لا نعلمها. نعم، قد يكون لا نعلمه. مهم جدا ما تقول. وأختم معك أستاذ قيس لو سمحت. جاء على لسان الأستاذ بيجي قايد السبسي رئيس الجمهورية أنه في حالة تعرضت تونس لا قدر الله لا سمح الله إلى ضربة أخرى إرهابية نعم. على غرار ما حدث في القنطاوي فإن آنذاك الدولة ستنهار. ماذا يعني الدولة ستنهار؟ نعم، الدولة هي مجموع المرافق العمومية، ولكن الدولة التونسية ربما مستهدفة في وجودها بمؤامرات كثيرة ليس بمثل هذه العمليات فحسب. الدولة هي مجموع المرافق العمومية التي يجب أن توفرها للمواطنين. هل أن ضربة أخرى من قبيل ما حصل بسوسة ستؤدي إلى انهيار الدولة؟ لا أعتقد، سوف تكون مؤثرة، ولكن لم تنهر أي دولة في العالم بمجرد حصول عملية إرهابية فيها. كان اليوم المواطنون يتساءلون أسئلة كثيرة: لماذا وقع كل هذا الذي وقع؟ من يقف وراءه؟ وماذا يرمي إليه؟ وما هي الأوضاع الحقيقية؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى كل هذه الأوضاع؟ أما أن يقال إن الدولة التونسية رهينة ضربة أخرى، فأعتقد ربما كان ذلك من قبيل المجاز بالدلالة على أن الوضع يقتضي مثل هذا الاختيار مرة أخرى، اختيار يبدو على الأقل في الظاهر قابل للنقاش كثيرا. نعم، شكرا لك أستاذ قيس سعيد، كنت معنا عبر الهاتف. أستاذ قيس سعيد المتخصص، شكرا لكم وتقبل الله صيامكم، ونلتقي إن شاء الله في مناسبة قادمة. وأنت بالأمس نلتقي إن شاء الله، وتونس بدون طوارئ إن شاء الله. إذا نرجع لك عميد بالنصر. مدة أقصاها 30 يوما وفق الأمر عدد 50 لسنة 78 اللي ينظم حالة الطوارئ وفق هذا القانون. يقول الفصل الثاني: تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها 30 يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التي يجري العمل بها في داخلها حالة الطوارئ. لماذا أعطاه 30 يوم، أعطاه أقصاها يعني برأيك؟ 30 يوم هي في نفس الأمر هي قابلة للتمديد. نعم. ونحن نتذكر عندما بدأت حالة الطوارئ في تونس في 17 ديسمبر 2010 تم تمديدها عدة مرات إلى غاية 5 مارس 2014. نعم. إذا دامت سنوات. إذا هذه الحالات عندما يتم التأكيد على أنه هناك وضع أمني يستدعي ذلك. إذا أعدنا إلى مثلا التهديدات، من يحدد التهديدات ومدى خطورتها؟ عندنا الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية هي التي تحدد مدى خطورة الوضع ومدى
يعني ربما ضعف أو هشاشة الرد أو قوته، وتضع ذلك بين أيدي أصحاب القرار لكي تتبلور الرؤية وتتخذ مثل هذه القرارات. أما فيما يخص تعطيل المرافق مثلا، هل نحن يعني أمام وضع عادي أم تعطلت فيه مرافق الدولة؟ نحن نرى أنه على امتداد السنة الفارطة تقريبا، على الأقل منذ قدوم هذه أو مقدم هذه الحكومة، هناك فعلا تعطيل حقيقي لعدة مرافق. نأخذ البعض منها، مثلا منشآت الفوسفات، منشآت النفط، كذلك الاضطرابات الكبرى اللي شهدتها المناطق، الاضطرابات بين العروش وهي خطيرة، ثم بعد كل ذلك هي مثلا الامتناع عن امتحانات وطنية بكامله. هذه كل تعتبر تعطيل لمرافق وتعطيل لسير دولي بالدولة بالشكل الطبيعي. إذا تمادى هذا الوضع على ما هو عليه، ربما الاقتصاد التونسي سوف لن يتحمل ذلك، وسوف لن يتحمل الطلبات المجحفة، وإذا لم يأخذ هذا القرار سوف تبقى يعني ربما عدة أشياء تدفع بالدولة من ناحية إلى التصدي للإرهاب وضرورة أن تكون كل الطاقات مجندة، ومن ناحية انقسام آخر يعني على المستوى الاجتماعي بهذه التجاذبات الاجتماعية. إذا جاء هذا القرار يمكن أن يمنع إذا الاضطرابات والإضرابات، ويمكن أن يوقف حتى بعض الجمعيات. وشفنا الإجراءات اللي بدأت أخيرا، الاحتجاجات الليلية والفوضى هذه، ربما كذلك القرار جاء من أجل أن تقف هذه الاضطرابات أيضا. نعم، جاء على لسان أستاذ باجي قايد السبسي أيضا يقول كنا ماشيين في اتجاه التغلب على الإرهاب، لكن خرجوا وهبطوا للمدن، يعني وكأن عملية باردو هي التي غيرت كل شيء. يعني يقول لك كنا ماشيين في اتجاه التغلب على الإرهاب، لكن لما هبطوا للمدن تغير الحال. كيف تقرأ هذا التصريح الأستاذ باجي قايد السبسي؟ هو بالنسبة للتغير يعني بل قال أيضا نزيدك، قال ظننا أن باردو ستكون الأخيرة، هكذا يقول. نعم. بالنسبة للتغلب على الإرهاب، هو اتخذت إجراءات كبيرة جدا وأعمال على امتداد السنوات الأخيرة أدت إلى تفكيك هذا الإرهاب وهذا التنظيم على الأقل الذي كان يسمى أنصار الشريعة، وبما فيها أجنحة عقبة بن نافع غير ذلك، بأجنحته مجملة ضرب، والحاضنة الاجتماعية ضربت، والإمدادات اللوجستيكية انتهت، والقيادات بعضها يعني تم إلقاء القبض عليه، بعضها قتل وبعضها فر. إذن كان تحت السيطرة، لكن ما زالت هناك عناصر تلاحقها وزارة الداخلية والدفاع الوطني، وهذه العناصر متفرقة، البعض منها في المدن والبعض في الأرياف، وشفنا كذلك ما هو مازال في بعض الجبال. إذن يمكن القول بأنه في الستة أشهر الأخيرة هناك سيطرة ميدانية حقيقية بحكم كونه هالمجموعات لم تتحرك كما هو المعهود. حتى كنشوفوا المعدلات نتاع الضربات يعني في 2015 هي أقل من 2014 بكثير. تصحيح ليك سي مختار فقط، اسمح لي. نعم. ممكن عدد الضربات قل، يلزمنا نشوفه إحصائيا، لكن إحصائيا كذلك فيما يتعلق بعدد الضحايا في نصف سنة فقط من عام 2015 حتى الآن يختلف. هو السنة الأكثر دموية منذ أحداث الثورة يعني تقريبا. فعلا. يعني الوضع يتفاقم. مزاد عدد الضحايا هو الحادثتين متاع باردو اللي هو عدد كبير من الضحايا المدنية، نعم. وخاصة الحادثة الأخيرة متاع سوسة. إذن يعني في هذه المقاربة يعني كان هناك سيطرة على محل صحيح، وهي حتى اليوم ثم سيطرة، نعم. لم ينفلت الوضع وما زال الوضع تحت السيطرة، إلا أن هذه العملية الأخيرة أعطت الانطباع بأننا ما زلنا على وضعية هشة أمنيا، وربما نتلقى ضربات أخرى. لذلك كان من الضروري أن ترتفع حالة الاستنفار القصوى. أعطيك مثال بسيط، وزير الداخلية تحول منذ يومين لمراقبة مدى تنفيذ الإجراءات، فتوقف على هنات، وجد أنه على الشاطئ ليس هناك حراسة بالسلاح، بينما أعطيت التعليمات لذلك. إذن كان من الضروري أن نستيقظ جميعا نقول كيف يتم ذلك. وهدد السيد وزير الداخلية شخصيا بأنه لو تكرر هذه الأعمال سوف يتخذ إجراءات صارمة. إذن الموضوع في حاجة إلى انضباط على المستوى الوطني ورجة على المستوى الوطني، ولا يكون ذلك إلا بحالة الطوارئ، والجيش والأمن بالطبع تكون على مستوى استنفار أعلى. تعرف هذا كذلك سيفرض أنه كل الإجازات وكل الأعمال العادية تلغى، يعني باش ندخلوا في حالة استثنائية. نعم، نحن بصدد نحن بانتظار مزيد المكالمات الهاتفية مع بعض في اتصال مع بعض الشخصيات الوطنية، وسي مختار بن نصر عنده موعد كذلك الساعة 7 يغادرنا مع قناة أخرى التلفزية. شكرا لك مجددا على جيانك في وقت قياسي تقريبا سي مختار. ربما حالة الطوارئ عاونتك في المجيء بالسرعة هذه. أنا في حالة طوارئ منذ مدة. منذ مدة؟ متورئين، يعني احنا في الطوارئ دائما، وحتى الإعلاميين
كل ما تلقى حدث تلقى نفسك يعني جاهز طبعا بالطبع مطلوب منا الوقت هذا نكونوا مجتهدين خدمة بلادنا كل جميعا. ما الذي سيتغير في الحياة العامة للمواطنين اللي يسمعوا فينا اليوم؟ حالة طوارئ، ثم اللي ربما متخصص في القانون يقرأها، ثم الناس اللي هم من عامة الناس مش يسمعوا بهذا الخبر، ربما يشعرون بحالة من الفزع والهلع، كيفاش نجم نطمنهم، كيفاش نجم يتعايشوا مع هذا الوضع؟ أنا لا أعتقد أن كل حسب نشاطه. لا أعتقد أنه ستتغير أشياء كثيرة. هو ما يمكن أن يغير الوضع هي حالات منع الجولان، وهي حالة استثنائية يمكن أن تكون مزاوجة أو ملازمة لهذا حالة الطوارئ، وما لم يتخذ القرار هذا. وهذا من شأن الولايات أن يقوموا به إذا ما تعكرت الوضعية في مكان محدد، وتحدد كذلك بضبط الوقت وضبط الأمور. نعم. هات نمشي معك أكثر، نقرأ فصل من الفصول. يمكن لوزير الداخلية أن يأمر بأن تسلم مقابل وصل الأسلحة والذخائر التي يخضع مسكها لرخصة، وأن تودع لدى السلطات وبالأماكن المعينة لهذا الغرض. يمكن لوزير الداخلية بالنسبة إلى كامل التراب الذي أعلنت به حالة الطوارئ، وللوالي بالنسبة للولاية الأمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها. كما يمكن تحجير الاجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك. الفصل الثامن يقول يمكن للسلطة المشار إليها بالفصل 7 أن تأمر بتفتيش المحلات بالنهار وبالليل في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ، وأن تتخذ فيها كل الإجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات، وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية. الفصل 9 يقول كل مخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين، وبخطية تتراوح من 60 إلى 2500 دينار. نعم. تقوم السلطة الإدارية بتنفيذ الوجوب للتدابير. الفصل 10 وأختم به معك سي مختار. يقع تتبع المخالفات الأحكام وزجرها طبقا للإجراءات المنصوص عليها. مش مهم، ينتهي مفعول التدابير المتخذة طبقا لأحكام هذا الأمر بانتهاء حالة الطوارئ. يعني شهر كان ممكن يكون حالة طوارئ ل 10 15 يوم مثلا نجربه، ولا ترى أنه هناك ما يبرر هذا الشهر هذه المسافة؟ يعني حتى الإجراءات السابقة حالة طوارئ لأنها تقتضي تحرك ميداني للوحدات بتجهيزاتها. لما تأخذ أجل صغير أسبوع أو أسبوعين يعني يصبح غير مجدي. إذن هو شهر لكي يعني تأخذ الإجراءات اللازمة، ثم بعد ذلك إذا كانت ضرورة لتمديده سيتم تمديده، إن لا سيتم إنهائه. نعم. ليبيا جاء على لسان رئيس الجمهورية السي الباجي القايد السبسي يقول بأن ليبيا ما عادش دولة في ليبيا، ما عادش دولة في ليبيا. كلام يعني خطير أعتقد جدا. لأول مرة نسمع هكذا تصريح أنه لا يوجد دولة في ليبيا، رغم أنه موجود هناك حكومة طبرق، شق طبرق وشق طرابلس. نعم. يعني كيف تشوف هذا التصريح؟ هذا التصريح وتأثيراته أيضا حتى على وضعنا احنا. يعني نحن نتعامل الآن مع جارة ليبيا التي لا توجد بها دولة ومؤسسات دولة وفق تصريح رئيس الجمهورية اليوم. نعم. هي جرت العادة أن نتعامل مع السلطة الشرعية وهي سلطة طبرق، وفي المقابل هناك سلطة أخرى اللي هي قائمة وفرضت نفسها ميدانيا وهي في طرابلس. اليوم هناك تنافر بين السلطتين وهناك نزاع، وحتى على مستوى المفاوضات هناك إشكالية، لأنه مجموعة طرابلس انسحبت منذ يومين وهي تعد في وثيقة أخرى، ربما سوف لا تتفق مع مجموعات طبرق حول الخيارات السلمية، وهذا ما يدعو إلى القول بأنه ربما تنشب معارك إذا فشل الحل السياسي، وهذا ما يجعل تونس تتهيأ وتتهيب من هذه المسألة. نعم. نمشي معك أكثر ربما سي مختار. المؤسسة العسكرية يعني منهكة وقدمت الكثير منذ أحداث الثورة إلى حد الآن. ماذا سيكلفها في قادم الأيام بعد إقرار وقرار حالة الطوارئ على كامل الجمهورية، رغم أنه حالة الطوارئ يمكن إطلاقها في تونس على جزء فقط من التراب التونسي؟ نعم. وربما كانت تنجم تكون مثلا على الشريط الساحلي فقط لحماية النزل والمنشآت السياحية، ولكن القرار اتخذ على كامل تراب تونس. ماذا سيكلف المؤسسة العسكرية هذه؟ هي المؤسسة العسكرية اليوم أصبحت عندها تجربة في حالة الطوارئ، وهي أرهقت لا محالة في 4 سنوات من الطوارئ المتواصل من ديسمبر 2010 إلى مارس 2014. لكن هناك إجراء اللي هو ربما يساعد الجيش على اكتساب مزيد من القوة، هو دعوة جيش الاحتياط.
وهو ما إجراء اتخذته الحكومة اليوم. وعندما يتم دعوة جيش الاحتياط بالعدد الذي نريده، لأنه لنا من الاحتياط ما يكفي حتى من عشرات الآلاف إذا أردنا، وبالتالي أعتقد أنه ضروري. هو لا محالة سيرهق الميزانية وسيرهق الناس، لكن الدفاع على بلادنا يعني يقتضي التضحية بالدم أكثر حتى من الماديات والميزانيات. نعم. سي مختار، ماذا تعني كلمة تعبئة شعبية جاءت اليوم على لسان رئيس الجمهورية؟ التعبئة يعني أن نكون جميعا في صف واحد، بعيدا عن التجاذبات، بعيدا عن التشكيك، بعيدا عن النقد غير البناء، وأن نقف صف واحد في وضع الإرهاب. نحن شفنا بمجرد أن حدثت حادثة سوسة أن الأصوات التي ارتفعت في البداية لم تكن منسجمة ولم تكن يعني تدعو إلى الوحدة الوطنية. يعني هناك اختلافات. اليوم ربما بعد ما هضمنا هذه الحادثة وذهبت الصدمة، نعي بأننا حقيقة يجب أن نقف صف واحد، الشعب، المؤسسات، المجتمع المدني، النقابات بأنواعها، وكذلك السلطة بأمنها وجيشها. نعم. حرية التعبير والصحافة في تونس، يقول رئيس الجمهورية اليوم بأن الظروف استثنائية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الوضع حتى لا يخلق ظروف ربما لا تساعد على مقاومة الآفات، وفق ما جاء على لسان رئيس الجمهورية دائما. طبعا استثنائيا الصحافة والإعلاميين والمشتغلين في قطاع التلفزيون، نحن مثلا يعني شو المطلوب منا أن نفعل في حالة الطوارئ هكذا اليوم؟ أنا أعتقد في حالة الطوارئ الإعلامي اللي هو دائما هو جندي للوطن، أن يكون جندي للوطن وغير محايد في المعركة مع الإرهاب، وهذا هام جدا. لأنه الإعلام اليوم لم يعد يقتصر فقط على الإخبار، هو توعية، هو تثقيف، هو خلق وعي، هو خلق رأي عام يرفض هذا العنف ويرفض هذا الإرهاب. إذا الإعلام له دور كبير جدا. وعندما نتحدث عن حرية الإعلام، الإعلام حر، لكن أن يكون مع المعركة وليس ضد المعركة. نعم. نقرأ لك فصلين سي مختار وللسادة المشاهدين كذلك، وأسمع منك ربما إذا أردت أن تعلق إجرائيا كيف يفعل يعني هذا الأمر بحالة الطوارئ. يقول الفصل الرابع من قانون حالة الطوارئ، طبعا دائما هو القانون نذكر به المؤرخ في 26 جانفي 1978، يقول يخول الإعلان عن حالة الطوارئ للوالي في المناطق المشار إليها بالفصل الثاني أعلاه، وبحسب ما تقتضيه ضرورة الأمن أو النظام العام فيما يليه: منع الجولان الأشخاص والعربات، منع كل إضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الإعلان عن حالة الطوارئ تنظيم إقامة أشخاص مثلا، تحجير الإقامة على أي شخص يحاول بأي طريقة كانت عرقلة نشاط السلطة العمومية، اللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للأمة. والفصل الخامس يقول يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق. نعم، هذه الإجراءات هي يعني إجراءات عملية، وشفنا حتى قبل حالة الطوارئ تم الالتجاء إلى حالة منع الجولان في الجنوب عندما اضطربت الأوضاع في إحدى البلدات، واتخذ هذا الإجراء من ساعة معينة إلى ساعة معينة بحيث يمنع الجولان لكي يتمكن الأمن أو الجيش من السيطرة على الوضع. يبقى هذا الإجراء وكل هذه يعني الإجراءات التي تعطي صلاحيات واسعة لوزير الداخلية، احنا قلما تم اللجوء إليها إلا في الحالات القصوى حقيقة. واحنا شفنا حتى على امتداد الأربع سنوات الفارطة لم نرى إجراءات استثنائية من شأنها أن ربما تحد من الحريات بشكل واضح أو أن تضع أناس تحت الإقامة الجبرية. لكن الإجراء الأساسي هو عندما يكون إنسان يهدد يعني البلاد بصفة عامة أو يكون إرهابي، سيتم التعاطي معه أمنيا أكثر منه سياسيا أو دبلوماسيا. نعم، شكرا لك سي مختار. سنذهب بعد قليل إلى فاصل قصير ريثما تغادرنا أنت، لأنه ما زلت عندنا بعض الاتصال الهاتفي مع ضيوف آخرين، عندك موعد مع قناة أخرى. شكرا لك على حضورك بيننا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده، وعندنا مكالمة هاتفية مع سي عبد اللطيف المكي، ولكن بعد هذا الفاصل عذرا لأن عندنا ضيف لابد أن يغادرنا. ابقوا معنا بعد الفاصل مشاهدينا الكرام.
الراهن، خاصة بعد إعلان حالة الطوارئ من قبل رئيس الجمهورية اليوم، بيان كذلك أو خطاب في الغرض أيضا. كنا ذكرنا بالفصول الموجودة في قانون حالة الطوارئ الذي يعود لسنة 78، وغادرنا إذن العميد مختار بن نصر، ونحن في رابط هاتفي مباشر مع مجموعة من الشخصيات الوطنية الفاعلة. معي سي عبد اللطيف المكي، دكتور عضو مجلس شورى حركة النهضة وعضو مجلس نواب الشعب كذلك. سي عبد اللطيف، اهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا سي عبد اللطيف. مرحبا. نعم، قراءتكم حركة النهضة في ما يتعلق بهذا القرار، قرار إعلان حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية التونسية. بارك الله فيك، تحية ليك ولكل السادة المشاهدين. ماهوش موقف حركة النهضة، لأن حركة النهضة يعني لم تعلم بالموضوع إلا حين إعلامه في وسائل الإعلام، وبالتالي ستجتمع، وإن كان هنالك ما يدعو إلى التعليق ستعلق. إنما رأيي كنائب، طبعا حالة الطوارئ ينص عليها الدستور، وهي بالتأكيد حالة اضطرارية وليست اختيارية، بناء على معطيات قد لا تكون مشاعة بين المواطنين. فرئيس الجمهورية بعد انعقاد المجلس الأعلى للأمن الوطني اللي دارت قبله أخبار اللي صارت مطالبات بإعلان حالة الطوارئ، ولكن رئيس الجمهورية يعني لم يرغب في ذلك، بعد أيام قليلة يتم إعلان حالة الطوارئ. هل هنالك معطيات جديدة دعت إلى اتخاذ هذا القرار؟ لا أدري، ولكن كما قلت هي حالة اضطرارية قد تضطر فيها الدولة إلى استعمال إجراءات قانونية وإدارية لحفظ الأمن العام في البلاد. فإحنا من الناحية المبدئية نقول أنه هذا يدخل في صلاحية سلطات البلاد. من الناحية الواقعية ننتظر بعض التوضيحات التي قد تعطيها الحكومة للأحزاب، خاصة المشاركة في الحكم، خاصة أنه رئيس الجمهورية ذكر في كلمته أنه خلية الأزمة في رئاسة الحكومة قد تقدم توضيحات بخصوص حالة الطوارئ المعلنة اليوم. نعم، حزب شريك في الحكم والحزب الثاني في الأرقام الانتخابية المسجلة في الانتخابات الفائتة، ومع ذلك سي عبد اللطيف من خلال ما فهمت من كلامك أنكم سمعتوا بحالة الطوارئ هذه من خلال وسائل الإعلام. نعم، احنا سمعنا من خلال وسائل الإعلام، وأنا كنت في نخبة قيادية كبيرة، العدد نتاعها كبير، بما في ذلك الشيخ راشد عند الإعلان، فكلنا معناها سمعنا من الإعلام بإعلان حالة الطوارئ. شريك في الحكم يسمع من وسائل الإعلام حالة طوارئ بهذا القيمة وبهذا التحدي الكبير في البلاد سي عبد اللطيف؟ الأصل نعم، الأصل يعني يقتضي التشاور. احنا حركة النهضة ثم حاجة مهمة عندنا هي المحافظة على الوحدة الوطنية والمعنويات الوطنية وقت الأزمات، حتى كي يبدأ عندنا نقد ماذا بينا نتحين الفرصة كيفاش نقولوا. احنا لاحظنا عديد المرات أنه ثم قرارات تتخذ بصورة فجئية وأحادية ولا تعلن بها حركة النهضة كتعيينات أو إجراءات، وهذا بالتأكيد سيكون من المواضيع التي يجب أن تبحث، لأنه احنا كحزب مشاركة وحتى أحزاب أخرى مهمة حتى ما تكونش موجودة في الحكم قد تستطيع أن تسدي رأي أو تعطي نصيحة. هل تفسير ذلك بالنسبة لإعلان حالة الطوارئ أنه ثم معطيات يعني هامة جدا ويجب التعامل معها بصورة مستعجلة لم تسمح بالاتصال بالأحزاب المشاركة في الحكم وخارجه؟ يبقى سؤال معناها قائم. فاحنا بالنسبة لنا هذه الاشياء الملاحظات نحب نخلوها الى وقت ثاني. نعم، يبقى سؤال قائم مثل ما تفضلت سي عبد اللطيف المكي. الوضع القائم في البلاد الان، سي الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية في خطابه يتحدث أصلا عن التعبئة الشعبية، ويتحدث بأن قواتنا كلها على حالة استنفار، يعني شعبيا وأمنيا وعسكريا ضد الإرهاب وأيضا لإنجاح المسار الانتقالي. ولكن في المقابل نرى الطبقة السياسية التي تحكم ظهرت ما هيش وحدة صماء، ظهرت حتى على مستوى الاستشارات أو حتى الإعلام أو الإبلاغ لا يوجد،
يعني فعلا أنا سألتك سامحني مرتين، وهذا السؤال الثالث دائما ولم أظفر بالإجابة. لم أفهم إلى حد الآن كيفاش النهضة والنداء ما يحكوش مع بعضهم فيما يتعلق بحالة طوارئ، يعني أحزاب تحكم فيما بينها. انا اعطيتك الحقيقه، وانا طبعا مؤتمن على الحقيقه، اعطيتك الحقيقه كما هي. نعم. حاله عدم التنسيق بين احزاب الحكم، هذه حاله اقرتها الاحزاب الحاكمه وتحدث بها الاعلام، ولذلك انشاء التنسيقيه بين الاربع احزاب كان لمعالجه هذه الوضعيه. التنسيقيه ما زالت الان في خطواتها الاولى، ولكن هذا وبدات تتنسق في الكثير من الاشياء، وعملت لجان للتنسيق البرلماني، للتنسيق الحكومي، للانتخابات المحليه والجهويه. ولكن هذا كله ان التنسيقيه في خطواتها الاولى لا يبرر ربما عدم التشاور ولو بصوره مستعجله لربع ساعه لنصف ساعه حول اجراءات هامه مثل حاله الطوارئ. ولكن بالنسبه لنا احنا الان هذا يجي في مستوى ثاني، ومن بعدين ان شاء الله تقدم التوضيحات اللازمه. اذا كان مش نلاحظ انا لازم نلاحظ برشا اشياء اخرى، لانه في خطاب السيد رئيس الجمهوريه كيف يقول انه الدستور التونسي ليس له مرجعيه دينيه. الدستور التونسي من خلال فصله الاول يعتبر انه دين الدوله هو الاسلام، دينها الاسلام. ان شاء الله هذا يكون خطا غير مقصود، لانه الخطاب مسجل، الخطاب مسجل سي عبد اللطيف المكي مش مباشر. خطاب السيد رئيس الجمهورية كان مسجلا ولم يكن يبث بشكل مباشر. وعاد مرتين يقول انه الدين الاسلامي الدستور ما عندوش مرجعيه دينيه لا اسلاميه ولا غير اسلاميه، في حين انه دستورنا اللي نفتخروا به قلنا انه قدم للعالم نموذج من الممازجه الرائعه بين المبادئ الاسلاميه الكبرى ومكتسبات العصر ومكتسبات الحداثه، وافتخرنا به وقلنا هذا من افضل الدساتير. على كل ان شاء الله يقع التدارك. كما هذا جبته كمثال اني ما نقفش عند الامور التفصيليه. المهم ان شاء الله يكون القرار هذا يتم دراسته بصوره جيده بدرجه انه يعطي مردوديته في مقاومه الارهاب. شكرا لك سي عبد اللطيف المكي، عضو مجلس شورى حركه النهضه وعضو مجلس نواب الشعب، كنت معنا عبر الهاتف. ربما نذهب الى مكالمه اخرى قبل أن أختم هذا الربط المباشر والاستثنائي معكم. طبعا نحن في بث مباشر بعد وعلى إثر وعلى خلفية حالة الطوارئ التي أعلن عنها اليوم من قبل رئيس الجمهورية، والتي تمتد شهر بدءا من الآن. و ما نعرفش إذا كان الزملاء في ربط مع الدكتور خالد شوكات عن حركة نداء تونس. نعم الزملاء يقولوا لي لحظات فرصة ربما لأذكر ببعض فصول قانون الطوارئ، القانون الذي يجعل من الحياة العامة كلها حياة استثنائية، ويبين ذلك في صلاحيات وزير الداخلية وأيضا صلاحيات يعني الوالي حتى والي الجهة أيضا على مستوى محلي. معي عبر الهاتف دكتور خالد شوكات عضو مجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس. دكتور شوكات. نعم أهلا وسهلا. مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. مرحبا. نعم قراءتك أستاذ شوكات دكتور شوكات بداية لخطاب رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، بعد سنذهب فيما بعد لنأتي على حالة الطوارئ التي تعيشها تونس. يعني اعتقادي أن السيد الرئيس مستوعب لحساسية الظرف ودقة المرحلة التاريخية التي نقطعها. لديه مخاوف حقيقية على الدولة، لأن المشروع الإرهابي يستهدف الدولة الوطنية، يستهدف أيضا المشروع الديمقراطي، فضلا عن استهدافه لأمن واستقرار البلاد ولاقتصادها. الاقتصاد عصب من أعصاب الحياة، وعندما يقع الغدر بتونس أكثر من مرة على هذا النحو تحتاج المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية وخصوصا وزارة الداخلية إلى تسهيل مهامها. أنا في رأيي معناها حالة الطوارئ ليس لديها ذلك المعنى المكتسب في بعض الدول الشرقية بالأساس، والذي يعني إمكانية التجاوز على الحريات العامة وحقوق الإنسان إلى غير ذلك. لا أعتقد أنه هذا هو المفهوم القانوني لحالة الطوارئ في تونس. وقد عشنا حالة الطوارئ، معناها عاد حكومة الترويكا جله طوارئ. لكن مع ذلك أنا في رأيي أنه بقي التونسيون يمارسون حرياتهم العامة
و يعني في موضوع حقوق الإنسان أيضا والاجتماعات العامة كذلك. نعم 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 نعم. فلا أعتقد أنه رئيس الجمهورية أو غيره يمكن أن يحدث نفسه بأي شيء يمكن أن يمس بالحريات العامة وحقوق الإنسان. نعم. هذه الحقوق المكتسبة بشرعية الدم، بشرعية الثورة وبشرعية الدستور، هي مبادئ مصانة ويحرسها مجلس نواب الشعب. أيضا نعم. مجلس نواب الشعب لديه الآليات القانونية لحماية الحريات والحقوق في حال تبين أنه وقع مس خطير بها. نعم. رئيس الجمهورية تكلم بإسهاب اليوم على الوحدة الوطنية وعلى التعبئة الشعبية والاستنفار لدى القوات الأمن والجيش الوطني طبعا لكسب هذه المعركة والحرب كما اسمها رئيس الجمهورية. لكن في المقابل كنا مع سي عبد اللطيف المكي عن حركة النهضة يقول بأنه لم تتم استشارتكم أصلا في هذا القرار، ورغم الحديث كثيرا عن التوافق لكن شريككم في الحكم سمع كذلك بفضل الإذاعات ووسائل الإعلام سمع بحالة الطوارئ حركة النهضة. من وجهة النظر السياسية قد يكون ما يقوله سي عبد اللطيف في محله. من وجهة النظر الدستورية والقانونية رئيس الجمهورية مجبر إذا أراد أن يعلن حالة طوارئ على استشارة رئيس المجلس نواب الشعب. ولا شك أنه الأمر يعني أخذ على عجل، ربما لمعلومات يعرفها السيد رئيس الجمهورية. أنا ما أعلمه أنه التقى الشيخ راشد قبل أيام قليلة، وأكيد أنه لقاء رجلين أكيد أنه تطرق إلى مجمل الأوضاع في البلد وإلى التحديات التي تعيشها تونس كدولة وطنية وكتجربة ديمقراطية. وأعتقد أن الشيخ راشد ذهب بعدها إلى الجزائر اللي هي شريكنا وشقيقنا يعني، واللي نعولوا على مساندته وعلى دعمه في تجاوز تونس لهذه المحنة وفي انتصارها في هذه الحرب الإرهابية القذرة التي شنت عليها. نعم. يعني لست مطلعا في الحقيقة بما يكفي نعم. على ماذا جرى، ولكن أعتقد أن المؤشرات السابقة كانت دائما تصب في اتجاه أنه الاستشارة بين الرجلين، بين السيد رئيس الجمهورية والشيخ راشد الغنوشي رئيس الحركة، كانت دائما على أعلى مستوى وفي أفضل أطوار التنسيق. نعم. اليوم سمعنا من رئيس الجمهورية، وأختم معك دكتور خالد، الدستور الذي لطالما يعني سمعنا على تفاخر الطبقة السياسية تتباهى به كمكسب حقيقي. اليوم يقول عنه الدكتور الأستاذ الباجي رئيس الجمهورية يقول عنه بأن هذا الدستور ليس له أي مرجعية دينية، لا إسلامية ولا مسيحية ولا يهودية، يعني ما عنده حتى مرجعية دينية، رغم أن الفصل الأول واضح جدا وهو مناط إجماع في تونس. يعني أنا لم أنتبه لهذا السياق أو المعنى الذي يريد أن يشير إليه السيد رئيس الجمهورية. ربما كان يريد الإشارة إلى الطبيعة المدنية للدولة وإلى أنها يعني تضمن حرية العقيدة للجميع وتحترم الناس من مختلف أديانهم. لكن الثابت أن دستورنا ينص في فصله الأول الذي طالما كرره يعني الأستاذ الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية دائما يكرره: تونس دولة حرة مستقلة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها. وأعتقد أن ديباجة الدستور تحفل بالإشارات الكثيرة لهوية البلاد العربية الإسلامية، وكذلك مواد الدستور في فصول كثيرة منه ينص على التزام الدولة بحمايتها للدين وبصونها لدور العبادة وبحفظها للعائلة. نعم. وسائر القيم الإسلامية. نعم. دكتور شوكات، كنت على علم أنت كنائب الشعب بأنه سيتم إعلان حالة طوارئ؟ لا، لم أكن على علم. وكما أشرت أنه الدستور يكتفي. أنا اتصلت حتى بزميلي اللي هو أحد مشرعي الدستور الأستاذ الحبيب خضر، اتصلت به مباشرة لما سمعت من وسائل الإعلام وقلت له عن
استفسرته عن الجانب الدستوري وعن علاقة مؤسسة رئاسة الجمهورية بمجلس نواب الشعب. واستفسرته أيضا عن الإمكانية التي عند رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ دون الرجوع إلى مجلس نواب الشعب، فأخبرني بنفسه أن الأمر يقتصر فقط على استشارة رئيس مجلس نواب الشعب. طبعا هذا الدستور طبعا وإن حصل بالكثير من نقاط القوة، ولكن أيضا هو فيه أيضا الكثير من نقاط من الهينات التي يجب تداركها. وأنا أعتقد أن تجارب الانتقال الديمقراطي جميعها تشير إلى يعني إمكانيات واردة لهذه العلاقة غير السوية بين السلطات ومؤسسات الحكم. نعم، شكرا لك دكتور خالد الشوكات، وشهية طيبة وحفظ الله تونس. كنت معنا عبر الهاتف. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. أتينا إلى نهاية هذه التغطية المباشرة الخاصة التي جاءت على خلفية الإعلان عن حالة الطوارئ في كامل التراب الجمهورية لمدة شهر بدءا من اليوم. شكرا لكل الفريق الذي تجند بشكل استثنائي وفوري طبعا لإنجاح هذه الفقرة الخاصة معكم. محمد حكيم الجمع في الإخراج، تنسيق وعمل صحفي لطفي النائب، مقداد المجري. يلقاكم بألف خير. حفظ الله تونس، حفظكم الله.